السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم جبت لكم وصفة البغلي، وصفة رائعة توجد في 5 دقائق كما راكم تشوفوا. راهي تقبل كي الشهدة. نتمنى تجربوا وصفة تاع اليوم وتنال اعجابكم ان شاء الله. وهنا نجيبوا ريسيبيون تاعنا، نديرو فيه كاس ونص تاع سميد رطب، ونزيدو نص كاس فرينة، ونزيدو ملعقة صغيرة تاع خميرة الخبز، ملعقة صغيرة تاع الخل، ملعقة صغيرة تاع الملح. هنا الخل درناه باش يساعدنا في التخمير ويجينا خفيف البغلي تاعنا. وهنا نديرو 2 كيسان تاع الماء دافي ونخلطو مليح بالفوي تاعنا حتى ينحل هذاك السميد ويتخلطوا كاع المكونات مع بعض. هنا كما راكم تشوفوا زدت نص كاس تاع الماء، نعاود نخلطوهم مليح. هنا نستعمل 2 كيسان ونص جاني سوا هنا كل وحده والسميد تاعها. هنا نضربو مليح بالباتور، هنا نضربوه مدة 5 دقائق. هنا نزيدو باكي تاع لاليفور شيميك، نعاودو نضربو مدة دقيقتين. هنا حتى تشوفوا دوك لي بول دالكم بزاف كما راكم تشوفوا هنا في الريسيبيون تاعي راه معمر بدوك لي بول صغار. هنا شوفوا كيف جاني، هنا جاني ماشي جاري بزاف، ماشي انا جاني 2 كيسان ونص كيما قلت لكم. هنا ما يخمرش، هنا تحموا المقله تاعكم ديريكت وطيبوه ديريكت. هنا بعد ما حميت هذيك المقله تاعي، هنا ديروا اون لوش تاع عجين وتسيو تحركوه شويه، تمشوا هذيك العجينه تاعكم شويه غير ابان كيما حركت انا المقله. هنا نديروا شويه تاع الزبيب، شوفوا كيفاش راه يطيب، راه يتقب ما شاء الله. شوفوا كيفاش راه يتقب، وصدقوني يجيكم خفيف بالبزاف. وهنا بعد ما طابت الحبه تاعي نحيها كما راكم تشوفون، ندهنها بشويه زبده. نعاود ندير معكم واحده اخرى باش تشوفوا مليح. شوفوا كيفاش راه يتقب. وهنا شوفوا الحبه تاعي كيف جات ما شاء الله، الله عليها، جات خفيفه كما راكم تشوفوا، راهي باينه بلا ما نقول لكم. شوفوا معايا في الطبق التقديم درت له شويه تاع زبيب من الفوق، هنا ندير له شويه تاع العسل، هنا مع كاس تاع لاتاي. واش نقول لكم، انا شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتمنى تجربوا الوصفه تاع اليوم وتنال اعجابكم ان شاء الله، وترجعوا لي في التعليقات. والى الملتقى ان شاء الله يا رب.